من طفل صغير حلم حصان لصاحب أكبر مزرعة خيول أحمد السقا وحكاية طلاق مراته مها الصغير. ومن طفل صغير حلمه يكون عنده حصان لواحد من أهم مربي الخيول في مصر والشرق الأوسط، من لاعب كورة لمغني لممثل لمربي خيول لواحد من أهم ممثلين الأكشن في مصر أحمد السقا ومراته مها الصغير. مهووس بحب الفروسية من صغره لدرجة إنه كان بيستنى صاحب العربية الكارو عشان يفك الحمار ويركبه، وبعد نجوميته قدر يحقق أكتر من حلمه بكتير، وبقى عنده اسطبل خيل بيجمع مجموعة كبيرة من الخيول العربية الأصيلة والنادرة، وبقى مصدر دخل كبير ليه جنب التمثيل. اتولد في أسرة فنية وتربى على الفن من صغره، وده لأن أبوه كان المخرج صلاح السقا مدير مسرح العرايس، واللي أخرج مجموعة من المسرحيات المشهورة زي الليلة الكبيرة وحمار شهاب الدين، وجده كان المغني عبده السروجي. اتخرج أحمد السقا من الأكاديمية العربية للفنون وكان الأول على دفعته بتقدير امتياز. بعدها شارك في أعمال كتير، ودي كانت بدايته زي مسرحية غلط في غلط ومسرحية فيما يبدو سرقوا عبده، واللي اكتشف موهبته الكاتب أسامة أنور عكاشة لما شاف أدائه في مسرحية خد لك قالب، وسجل اسمه في نوتة وقدمه للمخرج محمد فاضل، لحد ما بدأت نجوميته في السينما المصرية في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ومنه لهمام في أمستردام، بعدها مسرحية عفروتو، ومن بعدها بدأ يلعب أدوار بطولة مشتركة زي فيلم شورت وفانيلا وكاب. السقا اتشهر في المجال الفني إنه بيحب يأدي الأدوار الخطيرة بنفسه من غير ما يستعين بدوبلير، ويمكن ده كان سبب كبير في نجاحه، إلا إنه كان هيتسبب له في مصايب كتير، زي لما كان هيفقد عينه بسبب رصاصة في شنك في فيلم الجزيرة. أحمد السقا كان عنده هوايات كتير تانية جنب التمثيل، وكان نفسه يحقق فيها أحلام كتير زي الشعر والغنى ولعب الكورة، وده لأنه في فترة من فترات حياته كان واحد من لاعبي نادي الزمالك، وده قبل ما يسيب النادي ويتجه للتمثيل. لكن الهواية اللي كان فعلا نفسه إنه يحقق حلمه فيها بجد هي الفروسية، لدرجة إنه صرح إن أكتر المشاهد اللي بيصورها وهو فرحان بتكون مشاهد ركوب الخيل زي في فيلم شورت وفانيلا وكاب، وكمان فيلم هروب اضطراري. ومن اكتر المواقف اللي اثرت في السقا وحبه للخيل انه في تصوير فيلم شورت وفانيلا وكاب واللي ظهر فيه احمد السقا بحصان كان مسميه الجوكر الاسود، وبعد ما خلص التصوير الحصان مات، وبسبب كده دخل السقا في حالة كبيرة من الاكتئاب والحزن عليه. السقا من الناحية الاجتماعية قافل على حياته جدا، وده اللي مخلي حياته وعلاقته باولاده مستقرة وبعيدة عن عيون الميديا والوسط الفني. لكن في الفترة الأخيرة اتفاجئ الجمهور بانتشار خبر طلاقه من مراته الإعلامية مها الصغير، واللي دخلت الإعلام بعد ما تعرضت لظروف شخصية صعبة وكانت محتاجة لمصدر رزق ثابت في حياتها، فاقترحت عليها المذيعة شيرين عرفة بنت المخرج الكبير شريف عرفة إنها تشتغل معاها مذيعة، وده لأن دراستها كانت مرتبطة بمجال الإعلام، لكن ما كانش حلمها إنها تدخل مجال تقديم البرامج التلفزيونية ولا سعت ليه. مها اتشهرت جدا كإعلامية وبقى ليها متابعين كتير، لكن اللي كتير ما يعرفوش عنها إن والدها يبقى مصفف الفنانين والنجوم المعروف محمد الصغير، واللي كان بيعتبر من أهم المصففين في المهرجانات الفنية والاحتفالات الدولية. أحمد ومها متفاهمين وعايشين حياة سعيدة مع بعض، لكن خبر طلاقهم اللي انتشر زي النار في كل صفحات التواصل الاجتماعي وبقى ترند والصحافة كلها بقت تتكلم عنه خلاهم يطلعوا على كل البرامج والصفحات ويأكدوا إنه كذبة. ومها كان ردها على الإشاعة دي بطلوا تعملوا ترندات على حساب حياة الناس الشخصية، ورد السقا وقال دي كذبة إبريل، وبعدها نشروا صورة مع بعض على الانستجرام من العرض الخاص لفيلم السقا الجديد. وفي النهاية ما تنسوش تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وما تنسوش تشتركوا على قناتنا في اليوتيوب.